خلي بالك مسدس الصوت هيحبسك وهتدفع غرامة 10,000 جنيه. طب ازاي؟ تابع الفيديو للاخر علشان في ناس كتير جدا معاها مسدسات صوت وفاكرة ان الموضوع معلهوش عقوبة، وياريت نشير الفيديو علشان كل الناس تستفيد. وفقا لنص المادة 25,000 مكرر من قانون الأسلحة والذخائر، أي حد معاه مسدس صوت وطلع يتمنظر بيه أو إن هو يضرب بيه نار في فرح أو يتمنظر بيه في الشارع على حد هيدفع غرامة ما تقلش عن 500 جنيه وما تزيدش عن 5000 جنيه. ده بالنسبة لو هو اتمسك أول مرة. طيب لو هو جاب بعد ما اتاخد منه المسدس، طبعا المسدس كده بيتصادر، ودفع الغرامة دي ورجع اشترى مسدس تاني، ايه اللي بيحصل؟ بيدفع غرامة ما تقلش عن 5000 جنيه وما تزيدش عن 10,000 جنيه، ويتحبس مدة ما تزيدش عن 3 شهور وما تقلش عن 3 شهور وما تزيدش عن 3 سنين. وفي كل الأحوال يجوز الحكم بالعقوبتين مع بعض أو إحداهما، يعني ممكن يتحكم عليه بالحبس لوحده أو بالغرامة لوحده. يا ريت يا جماعة نخلي بالنا من القصة دي ومحدش يمشي بمسدسات صوت أو بيتمنظر بيها. فولو ولايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.